واصلت وحدات من قواتنا المسلحة الباسلة عملياتها في ملاحقة ما تبقى من أفراد المجموعات الإرهابية في داريا، كما عثرت على أنفاق يستخدمها الإرهابيون في تخزين الأسلحة والذخيرة والتنقل. كما عثرت بواسلنا خلال ملاحقتها للإرهابيين في محيط ساحة الشريدة على نفقين في الطريق الواصل بين الساحة ومحطة القطار، وقد تم تدمير آليات كان الإرهابيون يستخدمونها في إقامة الحواجز والسواتر الترابية. بحقدهم وغدرهم نسجوا قصتهم، تفاصيلها خراب ودمار وتهجير للأهالي. عبثوا بالممتلكات العامة والخاصة، أرادوا تغيير ملامح مدينة عمرها مئات السنين، ولكن لبواسلنا كلام آخر. ساحة شريدة أشهر ساحات مدينة داريا، اتخذها الإرهابيون وكرا لإجرامهم. دمروا ذكريات الأهالي إلى أن جاء حماة الديار لتنظيفها من رجس هؤلاء. نحن الآن في ساحة شريدة بعد أن عثر فيها المسلحون فسادا ودمارا، وكما نلاحظ هذا الدمار من حرق للبيوت وتدميرها، ولكن بهامة بواسل قواتنا المسلحة تم تحرير الساحة واستعادتها. أماكن العبادة حولوها أيضا إلى أوكار تفوح منها رائحة قتلهم الكريهة، واتخذوا منها ملاذا للاختباء كمقام السيدة سكينة، بعد أن استهدفوه بعدد من قذائف الهاون، ما أسفر عن تخريب مئذنتيه وقبته. ايه ربي الله المنظر ده. انت اكبر منا ولو فوتوا العبوا شباب، فوتوا اليوم مجاني، اليوم بكره بمصاري. عمو الاستاذ اعطاني هلا جدي الشهاده والنصر، والنصر اولا باذن الله. الشهاده من اجل بعد البكالوريا. نحن شحاش. هو طيب يا عمو جعان. ايه هسه ايه الممتلكات العامة والخاصة، أرادوا تغيير ملامح مدينة عمرها مئات السنين، ولكن لبواسلنا كلام آخر. هلا جدي هلا جدي هلا جدي الشهادة والنصر، والنصر أولا. شهادة من أجل بعد البكالوريا.
ونحن شحار.